السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحد بعت لي النهاردة بيقول ان كان بيحب واحدة بقاله 4 سنين في الشغل، وبعد كده هو ساب الشغل ده وانتقل لشغل ايه احسن وفلوسه كتير وكده. فبيقول فلما ربنا كرمني رحت اتقدمت لها، بس قالت لي خد بالك ايه بابايا صعب، فكل حاجة اقول لك عليها اقول له ماشي، عشان لا ايه لو انت عايزني وكده استحمله. قال لها ماشي، يعني هيعمل ايه؟ يعني قلت له يعني انا بقول لك بفهمك يعني ان هو صعب شويه. قال لها طيب. فبيقولوا انا قلت ايه مثلا طلباته صعب كده اي حاجه هنشوف الدنيا فيها ايه. اول ما رحت قال لي انا مش هجيب حاجه، عليك كل حاجه. قال له مفيش مشكله، ما هو بيتي، مفيش مشكله. وهتيجي مثلا كل اسبوع وهتخرجها وهتعمل. فبيقول لقيت مفيش حد يقول كده، بس هي عماله ايه تشاور لي، وانا قلت عشان عايزها قلت ماشي برضه مفيش مشكله. فالمهم ربنا كرمنا بشقه، جبت الشقه. آه وبوضبها، احنا عايزين احسن حاجه، عايزين اغلى حاجه، عايزين. وانا اقول له ماشي حاضر، ماشي حاضر. الخشب لا عايزينه من دمياط وغالي. قال له ماشي. وسجيد معرفش منين وستار منين، بيقول كل حاجه يعني كل حاجه بيقول هات غاليه هات كويسه وهات من الحته الفلانيه. وانا اقول له حاضر حاضر حاضر. اقول مش مشكله، كده كده شقتي والحمد لله فيه. فبيقول كل ما اخرج معاها يقول له انت فين؟ اقول له مثلا في الحته الفلانيه. متاكد بتاكلوا ايه؟ باكل مثلا فراخ مشويه، هات لي فرخه وانت جاي. ناكل سمك، هات لي سمك وانت جاي. اي حاجه بتاكل منها هات لي منها ولا بتشرب منها. فبقول يمكن يهزر، بيهزر. فبيقول في يوم انا افتكرته بيهزر فما جبتش حاجه. راح زعل ولا وشه في وشي وراح مديني ظهره، اللي هو يعني يروح يعني. فبيقول لها ابوكي بيعمل كده ليه؟ قالت له ما زعل. قال له انا افتكرته بهزر، انا ما اعرفش ان هو بيطلب بجد. فبيقول طب ما كده، بيقول لها طب ما كده يبقى عليا انا بخرجك انا وانتي بناكل اي حاجه سندوتشات ولا ده ولا ده ولا ليه يجبرني ان انا اجيب له او اقول له؟ قلت له معلش. المهم بيقول لحد ما ربنا كرمنا وخلاص اتجوزنا وكده. لقيتها بتقول لي اتاري هي بتاخد حاجات وهي ماشيه من الشقه من المطبخ، هو بيقول لها هاتي معاكي حاجات وانت جايه، وانا ما كنتش اعرف. فبتقول لي في يوم لقيتها بابا بيقول لك هات خزين رمضان وانت بتجيب هنا في الشقه، هات له هو كمان. فبيقول انا برضو افتكرته بيهزر، فرحت جيب حاجات البيت بتاعتي استعملنا. فراح بيقول في تاني يوم لقيت ابوها جه وراح واخدها ولام هدومها وراح واخدها ومشي. فبيقول له في ايه؟ بيقول لها في ايه؟ انت ازاي تمشي كده وانا واقف وتمشي مع ابوك من غير ما تقولي لي في ايه ولا رايحه فين ولا جايه منين؟ هو في ايه؟ قالت له بابا زعلان عشان انت ما جبتش خزين رمضان ليه؟ قال لها وانت عبيطه انت وابوكي؟ اجيب له ليه؟ انا مالي. قالت له ده عايز يطلقني كمان. قال لها وانت سامعه كلامه؟ قالت له معرفش بقى انت عملت مشاكل وانا قلت لك من الاول اسمع كلامه كده. لا انت قلت لي اسمع كلامه عشان نتجوز وانا اتجوزنا، هو عايز ايه؟ انا مش حارمك من حاجه، ده المفروض هو يكفيه ان انا مش حارمك من حاجه. هو عايز ايه؟ اصرف عليه هو كمان على بيته؟ وازاي كده انت؟ ما انت عداي للتانيين ما بيعملوش كده، جوازات اخواتك اشمعنى جاي على انا؟ عشان ربنا كرمني يعني؟ ده مش بتاعته هو، دي بتاعت انا وبتاعت ربنا. وانت هتسمعي كلامه يعني؟ ولا انتوا بقى باصين للقايمه والمؤخر والنفقه والكلام ده كله؟ قالت له معرفش بقى انتوا كده ايه محيريني. فبيقول كلمت اختها وامها انت ازاي يعني ازاي هي تسمع كلامه كده من غير يعني مفيش مشكله اصلا وانا ما عملتلهاش حاجه؟ ازاي كده تبيعني في ثانيه؟ ولا انتوا كنتوا بقى ايه يعني انتوا عاملين اصلا حوار عشان الذهب والقايمه والمؤخر والكلام ده كله؟ فانا مش عارف اعمل ايه. لا انت كده حماك بيستهبل فعلا، وانت لو جدع انت كنت من الاول ما كنت كملتش الموضوع ده. شايفه طماع وبنته ساكته بتجرك يا رخره. مفيش حاجه اسمها كلام عشان نتجوز، مفيش حاجه اسمها كده. وهو انت فعلا زي ما انت بتقول هو بصص لفلوسك وطماع واناني. ومفيش حد بيعمل كده، المفروض يبقى عنده كرامه. عشان في الاول وفي الاخر ده هو يعني حماك، ما ينفعش يعمل كده. ما ينفعش يكسر عينه ليك اصلا. هاتلي وهاتلي مفيش حاجه، ايه ده؟ محدش بيطلب حد، المفروض ابوها هو اللي يجيب.
هو اللي يجيب لها، يجيب لبنته حاجات رمضان، يجيب لها كل من حل اخر، يجيب لها حاجات لو هو يقدر، ما يقدرش خلاص. لكن هو كده بيستهبل، وعيب يعني اللي هو بيعمله ده، عيب في حق بنته. يقولوا ايه، ان اهلها ناس جعانه. وانتوا قلنا رايكم في الكومنتات ايه، وصلوا على النبي يا جماعه، والسلام عليكم في فيديو جديد.